السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم معنا اليوم فيديو جديد. اليوم غنتشارك معكم هذا المقراض اللي كيجي خطير ديال التمر، المعمول ديال التمر اللي كيجي زوين. مقادير بساطين ومتوفرين في كل بيت، طريقه سهله تنجح معك من اول استعمال ان شاء الله، مع الاسرار ديال النجاح ديالو باذن الله. ندوزو للمقادير وطريقه ديال التحضير. المقادير عندنا 250 غرام ديال الزبده، نص كاس ديال السكر كلاصي، قبيصه ديال الملح، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال المزهر، خماره والطحين حسب الخليط. يعني الطحين تقريبا كيلو ديال الطحين، ولكن من الاحسن ديروا حسب الخليط باش ما بقاش خاصكم، يعني باش ما تجيكمش العجينه، يعني باش ما تجيكمش العجينه قاصحه بزاف. حنا كنبغينا الباط ديالنا ديال صابلي تكون رطبه ما تكونش قاصحه. المهم هادو هما المكونات كما قلت لكم. عندنا 250 غرام ديال الزبده، زبده من اصل حيواني اولا زبده مارغرين اللي بغيتو. عندنا كاس ديال الزيت، نص كاس ديال المزهر، عندنا نص كاس ديال السكر كلاصي، يعني الكاس اللي عبرتو به هادو هو باش تعبروا سكر كلاصي، رشه ديال الملح، والطحين عندنا تقريبا قلت لكم كيلو، وخماره وحده. ندوزو للطريقه ديال التحضير ديال هاد الباط ديال الصابلي. نبداو على بركه الله. عندنا 250 غرام ديال الزبده كما قلت لكم، غنخدموها مع نص كاس ديال السكر كلاصي مع قبيصه ديال الملحه. كتخدموا عادي كما كنخدموا العجينه ديال الصابلي. اصلا هذه صابلي باش نخدموا معمول ديال التمر ان شاء الله باذن الله. صافي كنخدموا بحال هكا حتى غندخلوا هذاك السكر كلاصي بالزبده. من بعد غادي نزيدو كاس ديال الزيت، كنخدموا مكونات مع بعضياتهم، غينسجم لينا الزبده مع الزيت. وفي الاخير نزيدو داك نص كاس ديال المزهر، نص كاس ديال المزهر. صافي نخدموا مكونات مع بعضياتهم. المزهر ما كيدخلش لينا بالزبده من الاول، يعني كيحتاج واحد شويه عاد كيدخل. صافي هنا واخا ما يدخلش لكم المزهر يعني مزيان، تبداو تزيدوا الطحين وغادي يدخل. غنزيدوا شويه ديال الطحين، واحد المعلقه. علاش درنا هاد المعلقه قبل؟ باش غندخلوا المزهر في الزبده، يعني هاد المعلقه ديال الطحين كتعاونك ان تدخلك المزهر في الزبده. كما كتلاحظوا شفتوا ما بقاش عندنا كيبان واحد الفرق ما بين المزهر، ما بين الزبده والمزهر. صافي ملي كنحصلوا على عجينه بحال هكا، دابا غادا نبداو نزيدو الطحين بالتدريج. صافي كتزيدي الطحين كما قلت لكم، الطحين حسب الخليط اولا عبروا كيلو، وبداو كتدخلوا حتى يدخل لكم العجينه ما تكونش كما قلت لكم قاصحه، وما تكونش عاوتاني رطبه بزاف. ملي تبداي تدخلي الطحين غير لمي، يعني ما تدلكيش. هاد العجينه هذه ما كتبغيش تدلك. هنا كما قلت لكم ملي كتلمي في العجينه بحال هكا حتى كتسالي الطحين ديالك، وكتحصلي على عجينه ما تكونش تلصق في اليد وما تكونش قاصحه عاوتاني بزاف بحال هكا. كما كتلاحظوا ما كتلصقش في اليد، رطبه. كنجمعوا، نقدر نزيد شويه كيك ديال الطحين، يعني هنا دخلت ليا تقريبا واحد
700 غرام ديال الطحين حتى ل 800 ديال الغرام. نساليو نعبر لكم نقول لكم شحال بقى من كيلو، يعني من العبار ديال كيلو شحال بقى لينا ديال الطحين. كما كتلاحظوا ما كندلكش، يعني ما كنديرش يعني غير بحال هكا، بحال عجنها في العجانه. نفس الطريقه كنديرها غير بايدي. هانتوما ما كتلصقش، شفتوا صافي. هنا غادي نديرها في فيلم اليمونتير ونديرها في الثلاجه تبرد بما وجدت ليها الحشوه اللي غنحتاج باش غنخدم هاد المعمول ديال التمر. كما قلت لكم عندنا تمر معجون 300 غرام، عندنا معلقه كبيره ديال الجنجلان، معلقه ديال الزبده ومعلقه صغيره ديال القرفه. ولا احتاجينا غادي نديرو السكر المزهر عفوا باش نطلقوا التمر ديالنا. غنحلوا هاد التمر نحلوا التمر. هذه فيها 500 غرام ديال التمر. هاد التمر هذا يعني نوعيه ممتازه، يعني نقدر ما نحتاجوش المزهر لانه ديجا كما كتلاحظوا ديجا مطلوق. كاين واحد التمر كيكون شويه قاصح، يعني ملي كتبغي تخدمي به كتلقيه قاصح، هذاك كتقدري تزيدي فيه كما قلت لكم المزهر باش كنطلقوا التمر باش ما يجيكمش قاصح بزاف. انا ما قطعتش الفيديو باش غتشوفوا كلشي من البدايه حتى النهايه. صافي هنا نحيدو الميكا ديال التمر كما كتلاحظوا راه مع تبارك الله هاد الصاد كيكون هو ديجا مطلوق مازال في البرد كيكون شويه شاد في راسو. غنحتاجو في الحشوه عندنا تمر معجون طبيعه الحال، عندكم 300 غرام، يعني في هذا المقادير اللي عطيتكم تقدروا تخدموا غير ب 300 غرام ديال التمر. انا حيت عندي كونتيتي كبيره هنا دايره كيلو ديال التمر المعجون. وعندنا معلقه ديال الزبده، معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال كما كتلاحظوا درنا التمر. وغادي نزيدو معلقه ديال الزبده مع الجنجلان مع القرفه. غنخدموا كلشي مع بعضياتو حتى نساجموا لينا العناصر. داكشي كيدخل مع بعضياتو. دخلي القرفه هذا يدلكي مزيان، الزبده، الجنجلان. اللي ما بغاش دير الجنجلان تقدر دير اللوز، يعني اللوز ديرو هكا هاشي من بعد يكون محمر بطبيعه الحال باش ما يجيكش اللوز خضر. بغيتي غتنسميه بالزهر ديري واحد قطرات ديال الزهر، ما بغيتيش خليه هكاك تقدري ديري فيه ازا ديال الزهر. الا ما بغيتيش زيدي المزهر بطبيعه الحال. صافي كما كتلاحظوا ها حنا دخلناه حتى كيولي على شكل عجينه. كما قلت لكم نكوروا التمر ديالنا. علاش غنكوروه؟ باش يسهل علينا الخدمه، باش ملي نبداو خدامين ما نكونوش ديجا عندنا شي حاجه اللي غادا تبقى مبرصطه كاينه تكور وتخدم المعمول. يعني كتكوريها وتحطيه كامل ومن بعد كتجيك الخدمه سهله. بحال هذا تكوني قاديتي الصباح وكاينه شي بنيه عندك تعطيها تكور لك يعني التمر، ومن ورا الغدا تقدري تخدمي الكاطو ديالك غيجيك ساهل. غتكوني عجنتي العجينه الصباح وقاديتي التمر ديالها حتى هو الصباح. يعني ملي مورا الغدا كتسالي
اللوازم ديالك ديال الصباح صافي كتخدميها من وراء الغدا كتجيك ساهله. صافي انا غنستمر بحال هكا حتى نسالي الكميه اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله باذن الله نشكلوا المعمول ديالنا. صافي كتكوري كما قلت لكم ها العجينه ديالنا اللي وجدنا. صافي كناخذوا العجينه ديالنا كتكوريها بحال هكا، كديري حفره الوسط، كنخشيو الكره ديالنا ديال التمر صافي وكنجمعوه بحال هكا. صافي كتكوريها بحال هكا، كديري رشيشه ديال الطحين فوق الرخامه ديالك، كتحطيها، كتجيبي المعبول ديالك. ما عندكش هذا دابا ما تقدري ديري واحد المعون واحد اخر كيكون هكا طويل. عندك هذا كيسهل المأموريه، كديري فيه شويه ديال الطحين. علاش؟ غير باش يخدم معاك. صافي كطبعي بحال هكا وكتحيدي. ها هي المعمول ديالنا وجدات. نعاود نصايب معكم واحده اخرى. كديري كره كما قلت لكم، شوفوا العجينه رطبه كدير بحال هكا، كديري التمر الوسط، كتجمعي العجينه ديالك باش كتضرقي داك التمر. صافي وكنحطوها هكا الوسط، كتقادي هذا ديالك. الا بغيتي تشكلي وردات وحده اخرين في شكل واحد اخر يعني كتستعيني بالمراشم الاخرين، يعني انت والشكل ديالك. انا غنعاود ندير معكم هذا الشكل حتى هو سهله. كديري غير هنا الناس المبتدئات اللي ما تعرفوش يديروا المرشم. صافي وكتعوجيه بحال هكا، كتخشيه وكتزيري عليه من هنا. صافي حنا درنا رشمه واحده اخرى. صافي كندير شويه طحين، كندير الطحين فوق من الكاطو ديالي. صافي هنا خرجت ليا شكل واحد اخر، شفتوا سهله. صافي كتبقاي بحال هكا حتى كتسالي العجينه ديالك كامله. كما قلت لكم هاد المعمول هذا ساهل. وكاين واحد اخر حتى هو داك التقليدي ديالنا القديم اللي هو بعيد باش غنجبدو، هذاك ساهل. صافي غير كتكوريه كتخشافيه كتضربيه، ها هو خرجت لينا الكاطو ديالنا. علاش كنديروا الطحين؟ باش ما تلصقش لينا، باش ما يلصقش لينا الصابلي ديالنا في المعمول. صافي ها شو كيفاش خرجت. صافي غتستمر بحال هكا حتى نكمل باقي هذا باقي العجينه ديالنا والكاطو ديالنا. نزيد معكم هذه ها ساهله، صابلي ساهل، توجديه في 10 ديال الدقائق ان شاء الله باذن الله. تبعي المقادير والطريقه وغتصدق معاك من اول استعمال. كما كتلاحظي كما قلت لكم الا بغيتو تبدلوا المرشم، انا يمكن غنستمر غير بهذا الرشمه هذه. صافي كتحيديها بحال هكا. ها الصابلي ديالنا واجد. غنستمر بحال ما هكا حتى نسالي العجينه ديالو والكميه ديالنا ديال التمر ونرجع معكم طريقه ديال الطهي. الصابلي ديالنا من بعد ما وجد كما كتلاحظوا الصفيحه ديال الفرن راها ما مدهوناش لحقاش، حيت عندنا اي حاجه اي عجينه تكون فيها الزبده ما تندهنوا لا طاوه لا والو، لحقاش هاد الزبده هي اصلا كتطلق لينا في الطاوه، يعني ما غتلصق ما حتى شي حاجه. شفتوا كيفاش جا كيجي غزال البنات. غير جربوه مقادير مضبوطه، ما عندكمش مناش تخافوا. وحتى هاد الشكيل كيجي غزال، يعني من الاحسن تاخذوا هاد الاله ديال المقروط كتجيكم ساهله ودغيا كتسربيو الخدمه. في هاد الاثناء درت الفران يسخن، يعني خصو يكون سخون. من بعد عاد نقصوا على الجهد يعني حنا اللي بغيناه. يعني ملي كتكوني كتوجدي، ملي كتحسي براسك قربتي تسالي،
كتشعل الفران يسخن باش ما تجي تكملي الطاوه ديالك حتى كيكون ديجا الفران سخون، وتخشيه فيها الفوق حتى تحسي به طاب وتحمر. وهذا كتهبطيه لتحت يتحمر شويه من الفوق، راه دغيا غيطيب. يعني ميم واحد 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه الا على حسب الفران ديالك. المهم ملي كيتحمر من التحت كنهبطو صافي، كيتحمر من الفوق لا صابلي دغيا حتى كيطيب. يعني ما كيحتاجش انك تخليه بزاف في الفران ولا تقولي يعني غيدير لك الوقت، ما غيحتاجش بزاف لان العجينه غير ديال الصابلي يعني راها سهله دغيا كطيب. دخلوا الفران ديال الحلوه ديالنا الفران، البوطه تكون مهيله البنات، يعني ما تجهدوش الفران باش ما يتحرقش لكم الصابلي. مهدوا الفران وخليوه يطيب على خاطرو، يعني باش غيطيب لك المعمول ديالك وغيجيك واحد اللوبيين اللي هو ذهبي. يعني مبغيناش حنا تكون البوطه مجهده دغيا تحرقوا لينا وما يطيبش. كما كتلاحظوا البوطه مهيله من بعد ما سخنتي الفران بطبيعه الحال. صافي كتنقصي البوطه على هذا القياس صافي، وخلي الصابلي ديالك يطيب على خاطرو. ها الصابلي ديالنا من بعد ما طاب شفتوا كيفاش كيجي، ما كنخليوش يتحمر بزاف، غير بحال هكا، غير بحال الرمله، اللون ديال الرمله صافي وكنحبسو. وراه الرشمه كتبقى. انا كما كتلاحظوا راني مخليها في الفران، طفيت الفران وغنخليها في الفران حتى تبرد. علاش يبرد الفران؟ باش كتجي تشد في راسها وتبرد الحلوه. عاد غنفندها في السكر كلاصي، ما غاديش نفندها دابا، تقريبا واحد الساعه المكانه بما بردات هي مزيان. عاد غنفندها في السكر كلاصي. علاش؟ باش داك السكر كلاصي ما يقصحش ويولي مند يعني فيه الماء. غنخليها حتى تبرد كامله، عاد ديك الساعه غادي نفندها في السكر كلاصي. تقدروا تخليوها ليله كامله بحال هكا، ليله كامله حتى للصباح وتفندوها في السكر كلاصي. هذا هو السر باش كيبقى فيها السكر كلاصي وكتبقى محافظه على راسها، ما كتبقى محافظه على ديك الكروكون، وكتبقى محافظه حتى على السكر كلاصي ما كينديش، ما كيطلقش الماء. ملي لا فندتوها وهي سخونه كيطلق الماء. السكر كلاصي كيولي مع وحده كيولي فيها واحد الشكل ماشي واعر. انتما غتشوفوا الفرق ما بين التفنيده العاديه اللي موالفين تنديروا وهاد التفنيده اللي قلت لكم دابا. صافي البنات، من بعد ما بردت لينا الحلوه كنكونوا السكر كلاصي ديجا غربلناه، يعني ديجا يكون مغربل صافي، وكنفندوا الحلوه ديالنا. شفتوا البنات كتجي رائعه. الرشمه راه باقا فيها، هانتوما محمره. هذه اللي كتكون في الحاشيه ديال الطاوه، يعني كتكون شويه على حساب الفران. وهادو هما كيجيو في الوسط. شتو راه ما محمرش بزاف ها. وكانت هذه هي المعمول ديالنا ديال التمر اللي كيجي خطير البنات، خطير. غير تبعوا الوصفه. غنستمر بحال هكا ونقدموها في الطبق التقديم ان شاء الله باذن الله نشاركها معكم. هذا هو الحلوه ديالنا ديال المعمول. شفتوا كيفاش كتجي البنات، خطيره والمذاق ديالها غزال ومحافظه على الشكل ديالها. شفتوا؟ وإلا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ما تنسوناش باللايكات ديالكم وبالاشتراكات، وبالصحه والراحه مره اخرى.